قبل ما نبتدي قصة النهاردة نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بتقولي السلام عليكم. وعليكم السلام يا قمر. بعد إذنك قولي مشكلتي من غير ما تستأذني يا حبيبة قلبي، كلنا اخوات. بتقولي أنا متجوزة من 22 سنة، اتجوزت واحد متخلف تماما. أن ليه بس كده؟ بتقولي تفكيره غير تفكيري خالص، وأنا ليا تفكير تاني، وانا مش مبسوطة خالص معاه، وصبرت كتير وسكت عشان خاطر اولادي. بس دلوقتي الموضوع زاد عن حده، وانا ليا رأي تاني، وهو مش بيتناقش معايا في اي حاجة ابدا. كل مشكلة بتدور بينا بيكون رأينا مختلف تماما. انا بجد تعبانة ونفسيتي تعبت، ومش مش حلوة، ومش حاسة ان الدنيا حلوة خالص. انا حاسة ان الدنيا سودة كلها، ومزاجي على طول مش حلو. غير ما انا طبعا شغالة، وكل ده يعتبر من مصاريف البيت عليا انا. وساعات بيقعد من الشغل فترات طويلة قوي، والمشكلة كل المصاريف بتكون عليا انا. وطبعا انا بحب النظافة جدا جدا فوق الوصف، وجوزي مش كده. تعب لي نفسيتي، ونفسيتي وحشة على طول. ممكن يعمل حركات تقرفني كتير. حاولت كتير اني اعلمه واطبعه بطبعي. للأسف هو اتربى في بيت مهمل، وكل حاجة مباحة عندهم. انا اتربيت على النظافة، والدتي علمتني كل حاجة حلوة، وان هو كل حاجة حوالينا تكون نظيفة يعني. بجد حقيقة بكون مبسوطة والمكان حواليا نضيف، ومش متعودة ان هو يكون مبهدل او في حاجة مبهدلة، او اخش الاقي الفرش كله بيدخلي على الفرش كله بالشوز. وانا بجد نفسيتي تعبت جدا، ومش عارفة اعمل ايه، لدرجة ان انا عايزة اسيب البيت وامشي ومحدش يعرف عني حاجة. وهو مش بيتعلم من اللي بيعمله غلط، لأ هو بيزيد اكتر، وبيعمل حركات تقرف الولاد كمان. هما زي بيقرفوا، وبجد نفسيتهم نفسيتهم تعبت، ونفسيتهم وحشة قوي ومش حلوة. ياريت تنصحيني بحاجة، انفصل ولا اعمل ايه؟ لأ بجد يعني انت كنت فين انت من 22 سنة عشان تيجي تتكلمي النهاردة؟ يعني قولي مثلا عدى 5 سنين من جوازكوا، عرفتيه عرفك مش عارف ايه. يعني كنت عرفت طبعه وعرفت طبعك. انما انت جاي تتكلمي بعد 22 سنة، بعد ده عمر يعني. فخلاص انتوا اتأقلمتوا اصلا على بعض، فانت هتتفصلي تروحي فين؟ ولا هو هيروح فين؟ خلاص ده خلاص يعني. لأ أنا شايفة إن ما فيش انفصال خالص، وشايفة إنه أنتِ بقى تتأقلمي على الوضع ده وخلاص. أصل أنتِ بقى لِك معاه 22 سنة، فأنتِ جاية تقولي كده بعد 22 سنة من الجواز، ليه يعني؟ لأ طبعًا. ممكن تحاولي بقى تكلميه بهدوء، مثلًا تقولي له لأ الحاجة دي بتزعلني، الحاجة دي مش عارف إيه. تخلّي عيالِك يكلموه، وأكيد عيالِك كبار. استحملي بقى، وربنا إن شاء الله يصلح لِك الحال.